هنركب الجيب بقى في الشنطة. كنا قلنا ان احنا هنسيب جزء طويل من الخيط علشان ده اللي هنخيط بيه. هنجيب ابرة او دبوس او اي حاجة بس عشان نثبت الجيب. هنرفعه شوية عن القاعدة بتاعة الشنطة عشان هينزل مع التركيب فما ينزلش تحت خالص. هنثبته بالابرة دي او بالدبوس، المهم باي حاجة بحيث ان هو ما يتحركش. تمام كده، خلاص انا ثبته. طيب هنركبها ازاي بقى؟ بصوا يا جماعة، أنا مش هقدر أدخل تحت الغرزة كلها وأعديها من الناحية التانية، فأنا هشتغل بس من طرف الغرزة الخارجي. تمام. أول حاجة بس هنشتغل فين الأول؟ مش احنا كنا عملنا غرز حشو بعدين تحت الغرز المنزلقة؟ أنا هشتغل في المنزلقة اللي تحت دي اللي هي ما بين الحشو، في الفراغ اللي ما بين الحشو وما بين المنزلقة. بس هنا في الأول هاخد طرف الغرزة الخارجي، مش هدخل جوه الغرزة جوه الشنطة وأعديها من الناحية التانية لأنها كده كده ضيقة، وإيدي مش هتدخل ولا الإبرة هتدخل كمان، ممكن تتكسر أو حاجة. وهطلع ما بين الغرز المنزلقة وغرز الحشو اللي كانت عندي، وهسحب الخيط. وهنكمل على كده بقى، هنفضل شغالين بنفس الشكل ده. خلي الغرزة بتاعتك وانتي مطلعوها ما بين غرزة الحشو والغرزة المنزلقة، بحيث الخيط مش هيبان خالص. تمام، مش باين اهو خالص. وبعدين هياخد طرف الغرزة اللي تحت. اوكي، وهنسحب لبره ونعيد تاني. هنطلع من الغرزة اللي بعديها ما بين غرزة الحشو وما بين الغرزة المنزلقة، هنسحب الإبرة. وهنفضل بالشكل ده لحد ما اخلص كل الجيب بتاعي. تمام، خلي بالكم عشان ما يطلعش معوج كده او كده. ناخد بالنا حتى لو مش هنمشي، يعني مش شرط نمشي على خط واحد من الغرز من تحت، يعني على الشنطة نفسها مش لازم نمشي على خط واحد، لان هو ممكن تكون معوجة شوية لما بنشتغل بشكل دائري. بيحصل ميل كده في الغرز. تمام، ممكن يكون واضح هنا اهو. فعشان كده انا ممكن ما امشيش خالص على صف واحد. تمام، شايفين الميل ده عامل ازاي؟ فانا همشي اهو، ده ميل ده ميل اهو. فانا همشي بس على ال الاجزاء اللي هتكون مناسبه للجيب بتاعي. تمام، ما تربطيش نفسك بانك تشتغلي على صف واحد، على صف غرز واحد والكلام ده. تمام، هنكمل على كده لحد ما نخلص الجيب كله. في اخر غرزه عندي هقفل فيها، هندخل الابره كده وهنلف الخيط عليها كاني بعمل عقده صغيره، وهسحب الخيط عشان ما تتفكش مني، لان لو عملتها عاديه هتتفك طبعا. تمام. وبعدين هندخلها جوه كده شويه في كام غرزه جوه بحيث ايه ما تطلعش خالص، ونسحب الخيط وبعدين هنقصها.
القطعة دي عملتها سلسلة من 7 واشتغلت في تاني غرزة على الإبرة فاشتغلت 6 غرز حشو وعملت 4 صفوف بس علشان نركبها كده تبقى قفل للجيب. هنركبها ازاي؟ بنفس الشكل برضو اللي ركبنا بيه الجيب. بعد ما خلصنا نجيب القفل هنركب بقى الكبسولات. هنجيب الكبسولة كده تمام تكون مكونة من جزئين، هنفتحها وناخد الجزء التاني ده هنشوف مكانها المناسب فين بالنسبة لنا. انا عايزاها طبعا كلنا عايزينها في النص بالظبط، هنحاول نظبطها في النص بالظبط. وهجيب الابرة بتاعتي، ابرة عادية خالص، ابرة خياطة وخيط خياطة. طبعا لو انتي مستخدمة اي لون تاني مختلف بلاش الاسود معايا، بيكون فيها فراغات كده او فتحات للابرة تدخل منها بس هي مش باينة للاسف. تمام، هندخل الابره منها ونبدا ان احنا نثبتها. خلي بالكم برضو من حاجه، انا هنا بعمل ايه، انا بدخل الابره من ورا عادي لان ده جيب كده كده من جوه مش هيبان. لكن لما اجي اشتغل هنا القفل ده او القفلين اللي ورا مش هقدر اعمل كده، لازم اشتغل من على وش الغرزه كده علشان ما تعملش اثر على اللي وراها. بعد ما خلصنا تركيب الجزء اللي تحت هنركب الكبسوله اللي فوق. الاول احدد مكانها عشان ما تكونش جاي كده ولا كده، لازم تكون مظبوطه. تمام، خلاص كده حددت مكانها وده مظبوط. هنعمل ايه، هنشتغل بقى. بصوا مش هعدي الابره من ورا، لا، من جوه الغرزه بتاعتي. تمام، هنداري بس الجزء اللي طالع، حط عليها الكبسوله بتاعتي. واخدين بالكم انا بشتغل فين؟ انا بشتغل يعني من على وش الغرزه، مش بعديها من الناحيه التانية شبه الجيب. اوكي، هنفضل شغالين كده مش بعدي من بره خالص، يعني الخيط بتاعي الاسود ده بصوا ولا باين اصلا من الناحيه التانية، مينفعش يبان. فهنكمل بنفس الطريقه اللي كملنا بيها تحت، هي بس الفكره ان انا هنا مش بعديه من ورا. تمام، مش بطلعه بره الجيب بتاعي خالص.
الكبسولة خلاص اتركبت كده تمام اهو. ماشي، هنركب الاتنين اللي ورا بنفس الشكل برضو بنفس الطريقة هي. تمام، هحطهم في مكان مناسب بس ما تكونوش شدينها قوي يعني. ماشي، رخوها شوية. خلاص اهو ركبتهم كلهم مقفولين جامد. تمام، شايفين شكلهم مظبوط ازاي؟ طيب هنعمل ايه بعدين؟ هنركب السلسلة بتاعة الايد بتاعتها. احنا اتفقنا ان القفل ده هيكون بيفتح كده ويقفل علشان يبقى سهل عليا في التركيب. هركبه بمنتهى السهولة يعني، هدخله في الغرزة دي او في الغرزة اللي تحتيها. تمام، وين يعني هي بس تتفتح بسهولة خالص. بس كده اتركبت. هنركب التانية بنفس الطريقة. هنفتح القفل هندخلها في الغرزة المقابلة ليها الناحية التانية على طول. تمام، في النص بالظبط برضو عشان تبقى قصادها. بس كده خلاص. خلاص كده شنطة جاهزة على فكرة ان احنا نستخدمها. بس الفكرة ان انا لقيتها سادة قوي، فعشان كده حبيت احط لها وردة او اي حاجة. عملت 3 وردات. الباترون بتاعتهم موجودة على القناة على يوتيوب، ادخلوا هتلاقوهم. تمام، هنحطهم. انا حطيتهم بشكل ايه يعني، زاوية كده. لو انتوا عايزين تحطوهم بأي شكل تاني براحتكم خالص. تمام، بمسدس الشمع وهنلزقهم. ممكن نستخدم خيط ونخيطها فيها عادي، بس انا قلت الشمع اسهل، خصوصا انها مش هتخلع يعني. هي محطوطة في مكان هنا مش هتتشد مثلا ولا اي حاجة. هتبقى سهلة ان انا استخدمها كده على طول، احسن ما اقعد اخيط وكده. موضوع متعب يعني. اخر واحدة. بس خلاص كده الشنطة خلصت خلاص. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. شكرا ليكم، سلام.